لو الوقت ازف والامتحان قرب وعايز تعرف احسن طريقه تذاكر بيها الفيديو ده ليك. لو فاكرين الفيديو بتاع الهايلايترز اللي كلكم كرهتوني فيه، كانوا عملوا بحث بيقارنوا 10 طرق مذاكره مختلفه. من احسن الطرق اللي لقوها في المذاكره حاجه اسمها الاكتيف ريكول. فكرته انك تحاول تفتكر المعلومه اللي جوه دماغك، انك تذاكر وبعد كده تقفل اللي انت ذاكرته، تريتريف المعلومه من دماغك. اثبت انه بيقوي ثبات المعلومه في دماغك. في تجربه جابوا اكتر من مجموعه تذاكر، مجموعه تذاكر مره واحده، مجموعه تذاكر كذا مره، ومجموعه تعمل الاكتيف ريكول. وكان احسن مجموعه ادت لما جم يعملوا الامتحان كانت المجموعه اللي عملت اكتيف ريكول. حتى لو ذاكروها مره واحده بس يحاولوا يفتكروا الحاجه اللي موجوده جوه ويرجعوا يبصوا عليها تاني. المجهود اللي بيعمله دماغك عشان يحاول يفتكر المعلومه او يجيبها يثبت المعلومه اكتر في دماغك وبيكونكت الحاجات في بعض. تاني احسن مجموعه كانت المجموعه اللي ذاكرت كذا مره، وطبعا اقل مجموعه كانت اللي ذاكرت مره واحده. تسمع لنفسك، تسمع لحد، تكتبها، تحل اسئله. ده مهم جدا اللي بيخليك تعصر في دماغك لحد ما تجيب المعلومه. ده بيخلي المعلومه تلزق في دماغك اكتر، يوم ما يجي الامتحان بجد تكون فاكر كل المعلومات. ما تنساش تكتب في الكومنتس ايه اكتر حاجه فرقت معاك في المذاكره. ما تنساش تعمل فولو